السفر لألمانيا بقى حلم ناس كتير في الوقت الحالي، وفي نفس الوقت في مئات الفيديوهات على اليوتيوب بتتكلم عن السفر لألمانيا. لكن للأسف مفيش فيديو على حد علمي يقدر يجاوب على كل أسئلة الناس ويكون كافي لأي حد بيفكر يسافر لألمانيا. وعشان كده قررت إن أنا أعمل الفيديو ده، أو على الأقل أحاول أعمله. بقالي حوالي شهرين بفكر في الفيديو دوت ازاي اعمله، لان انا شايف ان الفكرة نفسها مستحيلة ان انا اعمل فيديو يكون هو الفيديو الوحيد اللي الواحد يحتاجه عشان يسافر ألمانيا. لحد لما جت في دماغي فكرة معينة عايز أجربها معاكم النهاردة، وأتمنى إن هي تنجح. أكبر مشكلة إن واحد يعمل فيديو زي دوت إن هو يقدر يعمل فيديو بيجاوب على كل أسئلة الناس اللي ممكن تيجي في دماغها في كل المجالات الممكنة. وفي وقتنا الحالي مفيش حد يقدر يعمل ده بكفاءة كويسة جدا غير الذكاء الصناعي، وخلينا نقول في حالتنا هو الشات جي بي تي، والنسخة المجانية كمان المتوفرة معانا كلنا. بس هل الواحد يقدر يعتمد على شات جي بي تي او الذكاء الصناعي بشكل عام في اسئله مصيريه عنده ويطبق الكلام او الاجابات اللي هتجيله من الشات جي بي تي ولا لا؟ وهنا بقى يجي دوري في الفيديو دوت ان انا هاخد الاجابات بتاعته واراجعها واقول لكم رايي اذا كان كلامه دقيق ولا لا. بس هنا في مشكله عشان الخطه دي تنجح، ان انا اكون محتاج اسئله تكون عشوائيه بشكل كبير علشان اقدر اختبره واتاكد ان هو يقدر يكون مفيد ليكم ولا لا. وهنا جه دوركم. ازيكم عاملين ايه؟ اظن ان حان الوقت ان انا اعمل لكم فيديو كيو ان ايه عن اسئله الدراسه في المانيا اخيرا، فاسالوني براحتكم، بس حاولوا تكون الاسئله تكون صغيره عشان اعرف اتكلم عنها. يعني السؤال ما يكونش سؤال مركب، لو عندك كذا سؤال حطهم في كذا رد على السؤال اللي هيبقى موجود هنا دلوقتي. وبصراحة انتوا ما خيبتوش ظني فيكم، ودلوقتي بقى معانا كل الحاجات او الادوات اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ التجربة بتاعتنا، فيلا بينا نجرب. اتمنى ان هو ما يخذلنيش. معايا دلوقتي الايباد، والخطة كالتالي: انا هحط السؤال بتاعكم زي ما هو موجود وجاي لي من على الانستجرام، والشات جي بي تي هيجاوب. بعد كده نشوف الاجابة ديت وانا اقول رأيي عنها. فيلا بينا. السؤال الاول: هل هيبقى معايا لغة بس وانا بقدم على دراسة مزدوجة، ولا هيكون في متطلبات تانية؟ الدراسة المزدوجة اللي هي قصده عليها الدوال ستوديو. خلينا نشوف الشات جي بي تي هيقول لنا ايه. شات جي بي تي بيقول: لو هتقدم على دراسة مزدوجة في ألمانيا الدوال ستوديوم، اللغة وحدها مش كفاية، لازم كمان يكون معاك شهادة ثانوية معترف بيها، وساعات الشركات بتطلب تدريب عملي مسبق أو خبرة بسيطة، وكمان لازم تقدم على الجامعة وعلى شركة التدريب في نفس الوقت. يعني بتبقى عملية مزدوجة فعلا. رأيي في الكلام اللي هو قاله، الكلام ده مظبوط طبعا، بس ناقصه حتة ان هو يفهمك ان الدوال ستوديوم هي زي التدريب المهني، بس الفرق انك انت الجزء النظري بتاع الدراسة بتاعك هيكون موجود في الجامعة، مش موجود في مدرسة زي الأوسبيلدو. بس هو عامة جاب الإجابة بشكل مظبوط. ونقطة أخيرة كمان، إن هو ما قالكش ان مش سهل انك تجيب دراسة دوال ستوديوم او تتقبل فيها بشكل عام حتى لو قدمت كل الورق بتاعك مظبوط، زي مثلا لو بتقدم على جامعة مش محتاجة مجموعة عشان تدرس فيها. يلا نخش على السؤال اللي بعده. السؤال بيقول: لو جيت ألمانيا من غير ما أتعلم ألماني، هل ممكن ألاقي شغل؟ شات جي بي تي قال: بصراحة صعب جدا، خصوصا في الشغل اللي فيه تعامل مباشرة مع البشر. في فرصة بالإنجليزي في الأي تي أو الشركات الدولية، بس هتفضل محدود جدا، فاللغة الألمانية هتفتح لك أبواب كتير اتعلمها أول بأول. دي أنا ما عنديش تعليق على الموضوع ده، الكلام ده فعلا حقيقي. وحتى كمان في الزمن اللي احنا فيه وألمانيا فيها ركود، فحتى لو انت جاي تشتغل في الاي تي، انا شايف برضو لازم تكون متعلم الماني، لان الالماني بيفتح لك شركات كتير جدا، اكتر بكتير من لو انت جاي تشتغل بس في الاي تي بالانجليزي. كده كده المنافسه قويه عشان الركود زي ما قلت، فاتعلم الماني. هو جاب من الاخر الحته ديت. السؤال اللي عليه الدور بيقول: هل البرمجه لسه مطلوبه في المانيا زي الاول ولا لا؟ واجابه شات جي بي تي: ايوه، البرمجه لسه مطلوبه وبقوه جدا في المانيا، خصوصا في مجالات زي الذكاء الصناعي والاي تي والاتمته اللي هو الاوتوماتيزيرung بالالماني. لكن المنافسه زادت، فلازم تكون مميز ومتابع الجديد باستمرار. يعني الشغل موجود بس مش للي واقف مكانه. دي حقيقه، اي شغلانه ادفانسد شويه او محتاجه مهارات تقنيه او مثلا زي طب وكده، لازم انت تكون عارف الشغل ايه الجديد اللي فيه، وتكون عندك خبره وباني نفسك كويس جدا عشان تقدر تنافس السوق، لان الاماكن محدوده والناس بتقدم كتير، فانت لازم تكون متفوق على الناس اللي موجوده، مش زي الاول في 2021. انا كنت متذكر انك انت مجرد انك عندك لينكد ان اكونت كويس جدا، هتلاقي الناس اصلا بتبعت لك
تشتغل، لكن للاسف دلوقتي الدنيا مش زي الاول. السؤال اللي وراه: ايه افضل مجالات الاي تي عموما في المانيا واللي الواحد يقدر يدرسها او يعمل فيها اوسبيلدونج؟ شات جي بي تي في الاجابه ديت مقسمها اكتر من ما انا حتى هقدر اقولها، بس خلينا نقول او خلينا نشوف هل الاجابه بتاعته فعلا دقيقه ولا لا. هو بيقول لك اول حاجه تطوير البرمجيات اللي هي السوفت وير انتفيكلونج، اللي هو سوفت وير ديفلوبمنت، مطلوبين جدا، وفي اوسبيلدونج كفخ انفورماتيكر في التخصص بتاع الانفندونجز انتفيكلونج، اللي هو تخصص بناء او تطوير التطبيقات. تاني حاجة أمن المعلومات، بالألماني اي تي زيشرهايت، سوقه بيكبر بسرعة خصوصا مع قوانين حماية البيانات. بس خلي بالكم الحتة دي مهمة جدا، لازم تكونوا واخدين بالكم منها، ان التخصص ده مش سهل ان الواحد يكون شاطر فيه لدرجة توصل ان هو يبدأ يشتغل. تالت حاجة بيقول لك تحليل البيانات والذكاء الصناعي. يا سلام، داتا ساينس والاي اي دي واضحة جدا، واعتقد فرصها احسن من الاي تي زيشرهايت، بس لازم تكون انت شاطر فيها جدا والطلب فعلا عليها عالي. لكن هو من الناس هيضيف انك انت محتاج شهاده، يعني معظم الوظائف اللي بتطلب في الداتا ساينس بتكون محتاجه انك انت يكون معاك شهاده جامعيه، وساعات بتوصل، او مش ساعات، ده كتير، بتقول لك ان انت لازم يكون معاك ماستر، يعني البكالوريوس مش كفايه انك انت تشتغل في الداتا ساينس والاي اي. رابع حاجه قايل اداره الشبكات والانظمه، اللي هو سيستم انتجراسيون، ده برضه فيه اوسبيلدونج هو لسه قايل، ومطلوب في الشركات والمستشفيات، وانا اعتقد حاليا فرصه اكتر من الانفندونج انتفيكلونج، لان في ناس كتير متعلمه الانفندونج انتفيكلونج، وكمان مش محتاج انك انت تاخد اوسبيلدونج عشان تشتغل فيهم. في حتى المانيا عامله زي كورسات كده او حاجه اسمها فايتر بيلدونج، او للناس اللي هي من مجال تاني عايزه تدرس برمجه، اول حاجه بيختاروها الانفندونج انتفيكلونج. فهو شايف ان فرصته احسن من الانفندونج انتفيكلونج لان هو مش منتشر قوي ومش مشهور، مع ان الوظائف بتاعه الانفندونج انتفيكلونج اكتر، فهي حاول توازن بين الاثنين. خامس حاجه ودي مهمه جدا، الكلاود كومبيوتنج والديف اوبس. التقنيات الجديده دي الشركات بتخطف الناس اللي فاهمين فيها، وده عنده حق فيها. فهو اتكلم في اهم 5 حاجات فعلا مطلوبين في الاي تي، بس يمكن الترتيب بتاعه مش مظبوط قوي. ولو انا هرشح واحده من ال5 دولت لواحد لسه جديد في مجال البرمجه ومعهوش شهاده جامعيه، فهو يمشي في سكتين، يا السيستم انتجراسيون يا اما الديف اوبس والكلاود كومبيوتنج. السؤال اللي وراه: ينفع حد يجي بتأشيرة على جامعة ولما يوصل يحول على طول، ولا هتحصل مشاكل في الإقامة؟ قبل ما نشوف إجابة السؤال دوت، وأنت ليه تعمل في نفسك كده؟ ما تقدم على الجامعة اللي أنت عايز تدرسها على طول. بس خلينا نشوف هيقول إيه. هو بيقول لك ينفع بس مش دايما بسهولة. لو جيت بتأشيرة دراسة جامعية ممكن بعدين تحول لأوسبيلدونج أو دراسة مزدوجة، لكن لازم تبلغ الأوسلندر. الأوسلندر دوت هو المكتب بتاع الأجانب، وتغير نوع الإقامة بشكل رسمي. لو حولت من غير ما تبلغ او قبل ما تاخد الموافقه ممكن يحصل مشاكل في الاقامه او تلغي التاشيره، فالافضل تامن قبولك الجديد الاول وبعدين تطلب التحويل قانونيا. ده تعليق، انا لو هجاوب على السؤال دوت هجاوب بنفس النص تقريبا، فشابوه شات جي بي تي. السؤال اللي بعده: فرص الجونيور فرونت اند للسفر لالمانيا بتكون كويسه ولا صعبه؟ نشوف. لو انت جونيور فرونت اند بس، فالصراحه فرص السفر مش سهله قوي. الشركات في المانيا بتدور على ناس عندهم شويه خبره وشغالين على مشاريع حقيقيه، خصوصا لو من بره الاتحاد الاوروبي. لكن لو معاك بورتفوليو قوي شغال بالرياكت او الانجولار، دي حاجات كده فريم وركس او حاجات بتستخدمها كتكنولوجيز في الويب، وفاهم شويه باك اند، ساعتها فرصتك تبقى اقوى. يعني مش مستحيل، بس محتاج تجهز نفسك كويس. انا موافق على الكلام ده برضو، وان كان انا شايف انك كمان لازم تضيف ورق حسن سير وسلوك، او يعني ايه زي ريكومنديشن ليتر كده من الاماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده، انك انت شاطر والراجل ده بيعتمد عليه وبتاع، علشان تقدم. ولازم تقدم كتير قوي قبل ما تقول انا خلاص مش لاقي مكان اشتغل فيه. فمحتاج مجهود كبير جدا انك انت تقدر توصل للنقطه دي، انك انت تروح تشتغل من غير خبره. لو جايب 96% في الثانويه العامه ودخلت معهد فني صحي قسم اشعه في مصر، هل في فرصه قبول في كليه طب اسنان او هندسه طبيه؟ 96% ده مجموع ممتاز، بس دخولك معهد فني صحي في مصر مش بيخليك مؤهل تلقائيا تقدم على طب او اسنان او هندسه طبيه في المانيا. ده حقيقي، لان المعهد فني صحي يعتبر في ألمانيا زي انك انت عملت تدريب مهني في المجال اللي انت اتعلمته في معهد فني صحي، ملوش دخل بموضوع انك انت تدرس طب او اسنان او غيره. بس عشان تدخل بقى التخصصات دي في ألمانيا لازم يكون معاك شهادة ثانوية عامة، وده عندك تمام، وتكون دخلت سنة تحضيرية في ألمانيا لو المعهد مش معترف بيه كمدخل مباشر،
او تكمل سنتين جامعة في مصر في نفس التخصص اللي عايز تكمله في ألمانيا. يعني فرصتك موجودة، بس هتمشي خطوة خطوة، والسنة التحضيرية غالبا هتكون لازمة، فالطريق مش مسدود بس محتاج تخطيط وورق مظبوط. انا عندي تعليق، لان هو دلوقتي الشات جي بي تي غلطة ان هو بيقول لك محتاج سنتين جامعة علشان تقدر تقدم في نفس التخصص اللي عايز تكمله. هو ممكن تقدم في نفس التخصص او تخصص قريب منه، يعني انت في طب عايز تقدم على اسنان بتلغي السنه التحضيريه، بس اللي قاله غلط بقى خالص انك انت محتاج سنه واحده مش سنتين في الجامعه، تكون سنه مخلصها، علشان هم هياخدوا المجموع بتاع ثانويه عامه والمجموع بتاع اولى كليه ويدمجوهم في بعض ويطلع لك في الاخر المتوسط بتاعهم، والمتوسط دوت هو اللي بيكون مجموعك. بس انا شايف ان الموضوع برضو مش سهل، لان مش سهل انك انت تجيب 100% في سنة أولى كلية في الجامعة اللي هتدرسها في مصر أو في بلدك قبل ما تعمل موضوع إنك تقدم. وهنا الطب وطب أسنان وكده محتاجين مجموعات عالية جدا، 98% و99%، فالموضوع مش سهل خالص. السؤال اللي وراه: إيه هي المواد اللي بتدرس في السنة التحضيرية وهل سهلة أو لأ؟ قبل ما ناخد إجابة السؤال دوت، أنا ما جربتش السنة التحضيرية فما عنديش إجابة مباشرة عليه. يعني أنا لو واحد بيسألني في وشي هضطر أقول له إن أنا هروح أبحث في جوجل أشوف لك إيه المواد في السنة التحضيرية وكده. فخلينا نشوف الشات جي بي تي قال إيه، لأن دوت لو انا اللي بسال نفسي هيسرع لي الامور. فهو قايل لك اهوت ومقسم الدنيا الاجزاء اللي انا عارفها، ان الدراسه بتتقسم كذا مسار في السنه التحضيريه، في مسار ام وفي مسار تي وفي مسار دبليو. والمواد بتاعت ام بتكون احياء وكيمياء وفيزياء والماني اكاديمي. لو انت بقى هتدرس مجال الهندسه اللي هو مسار تي، بتكون بتاخد رياضيات وفيزياء وكيمياء او معلوماتيه اللي هي يعني برمجه وكده، وطبعا الالماني الاكاديمي ده مكمل معانا. لو هتكمل اقتصاد او اداره، مسار الدبليو رياضيات واقتصاد والماني واكاديمي، ممكن كمان انجليزي. كمان بيقول لك هي المواد دي سهله ولا صعبه؟ بيقول لك بصراحه مش سهله ولا مستحيله. لو لغتك الالمانيه قويه وفاهم الاساسيات في مصر هتعرف تمشي كويس. الضغط بيكون من الامتحانات اللانهائيه لان عليها القبول الجامعي. كلام جميل جدا، وانا بحثت عنه دلوقتي وفعلا الكلام زي ما هو قاله بالظبط. بس انا عندي تعقيب، ان امتحان دخول السنه التحضيريه نفسه محتاج تحضير كويس جدا جدا جدا، لان المكان بتاع السنه التحضيريه بيبقى زي مدرسه وليها عدد محدود، فبياخدوا احسن ناس جايبين، وليكن مثلا في 300 واحد قدموا على الامتحان وهم عندهم 30 مكان بس، فاعلى 30 درجه هم اللي هيقدموا يقدروا يدخلوا السنه التحضيريه. الا لو انت هتدرس سنه تحضيريه في مكان خاص بفلوس كتير مش قليله، ساعتها مش هتبقى محتاج تعمل الامتحان دوت. فانا دايما بستبعد ان الواحد يجي هنا يدرس سنه تحضيريه، لان الموضوع مش مضمون قوي. في ناس عندي صحابي اعرفهم فشلوا في الحوار دوت ورجعوا بسبب انهم ما قدروش يدخلوا امتحان السنه التحضيريه. السؤال اللي وراه: انا في كليه حاسبات في جامعه خاصه في مصر وخلصت سنه اولى، هل اكمل سنه تانية في مصر واسافر اخد الكليه من المانيا، ولا اخلص واسافر على ماجستير؟ السؤال دوت حلو جدا وناس كتير بتساله لي، فهنشوف الشات جي بي تي رايه ايه في الموضوع دوت. بيقول لك بقى يا سيدي: لو انت في كلية حاسبات ومخلص سنة أولى في مصر، عندك خيارين: تكمل سنة تانية في مصر وبعدين تسافر ألمانيا تكمل الكلية هناك لو الجامعة الألمانية بتقبل تحويل الساعات. تاني حاجة تكمل كل البكالوريوس في مصر وبعدين تسافر على ماجستير في ألمانيا. هو ايه اللي قاله جديد؟ بيقول اللي في الأسئلة. خلينا نخش للنص التاني بتاعه يمكن بيتكلم بشكل أحسن. لو هدفك تستفيد بأفضل فرصة وأسرع طريق، أنصحك تكمل البكالوريوس في مصر وبعدين ماجستير في ألمانيا. الماجستير في ألمانيا قوي وغالبا ما بيحتاجش لغة ألمانية ممتازة، وممكن تدرس بالإنجليزي، وكمان الماجستير بيفتح لك فرص شغل أفضل هناك. لكن لو حابب تعيش تجربة الدراسة في ألمانيا من البداية، جرب تنقل من سنة تانية في ألمانيا، بس هتحتاج تعرف قبول الجامعة هناك وتحويل الساعات. شات جي بي تي للأسف مش بيدي إجابة مقنعة أو بيميل لإجابة عن التانية لما بتديله خيارات كتير، بس هو على الأقل فسر لك إيه الحاجات اللي هتكسبها وإيه الحاجات اللي هتخسرها في الحالتين. بس أنا شايف لو أنا هدي نصيحة للشخص دوت هقول له لأ، كمل البكالوريوس بتاعك عشان ما تخسرش السنين اللي أنت عملتها، لأنك أنت ممكن تمشي في معادلة وما تديلكش مواد أو تبدأ من الأول، ولما تكمل اعمل الماجستير وسافر. الماجستير زي ما هو قال في تخصصات بتحتاج انجليزي كتير، وحته الالماني اللي هو قالها ديت مش قوي، لان الماجستير بياخد الماني زيه زي البكالوريوس لو انت هتدرس الجامعه بالالماني، بس هتسافر تدرس الحاجات الادفانسد بتاعتك، وفرصه كمان انك انت تنجح في الماجستير بناء على تجارب ناس حواليا
اكبر بكتير من انك انت تخلص البكالوريوس في المانيا، لان البكالوريوس في المانيا فعلا الداخل مفقود والخارج موجود. السؤال اللي وراه، انا معايا دبلوم تجاره مصري، هل ده كفيل يخليني ادرس بره؟ دبلوم تجاره، تمام. الرد بتاعه بيقول ان دبلوم تجاره مصري لوحده مش كفايه عشان تدرس في المانيا او اغلب دول اوروبا، لانهم عاده بيطلبوا شهاده ثانويه عامه ابيتور او ما يعادلها، او شهاده تخولك تدخل الجامعه. لكن ممكن تستخدم الدبلوم في برامج او سبيلدونج اللي هي التدريب المهني، او معادله شهاده الدبلوم لو عندك خبره وشهادات اضافيه. الرد دوت مش حقيقي. خليني انا اقول لك بقى الرد الحقيقي، او اللي انا اعرفه يعني، او اللي شايفه صح، عشان ما اكونش يعني بقول اللي انا عارف كل حاجه. الدبلوم الفني سواء تجاره سواء صناعه سواء زراعه، حتى تعامل معامله الثانويه العامه، بس هتروح للتخصص بتاعك بس. ولازم كمان تحتاج انك انت تعمل شهاده سنه تحضيريه علشان تقدر تدخل. لكن لو انت عامل الدبلوم بتاعك اللي هو نظام ال5 سنين، ساعتها انت مش هتحتاج سنه تحضيريه وهتدخل الجامعه على طول. فهو الشات جي بي تي جلت منه المره دي. انا متخرجه من حاسبات، اعمل ايه عشان اجي اشتغل في المانيا في مجال الفرونت اند وانا ليا اقارب يعني عادي اسافر؟ الرد بتاعه بيقول لو عايزه تشتغلي فرونت اند في المانيا وعندك اقارب هناك، ده بيسهل شويه بس مش كفايه لوحده للسفر والشغل. الخطوات اللي ممكن تمشي عليها، حددي لو معاكي عرض شغل من شركه هناك، ده اسهل طريقه تاخدي بيها الفيزا. طبعا يعني الواحد مع عقد عمل خلص. 2، لو لسه بتدوري ممكن تبدأي التعلم الألماني كويس، على الأقل B1 و B2. ده اللي لسه كنا متكلمين فيه، إن فرصك بالألماني بتكون أكبر بكتير. فكلام منطقي لحد دلوقتي. تالت حاجة، قدمي على فيزا بحث عن عمل اللي هي الجوب سيكر فيزا، أو اللي هي بالألماني اسمها الشانسن كارتا. لو حابة تيجي تدوري بنفسك، ده بيديكي 6 شهور في ألمانيا تدوري على شغل. وده كلام اتكلمت فيه كتير في الموضوع بتاع الشانسن كارتا، موجود على القناة. رابع حاجة، استغلي علاقات الأقارب عشان يساعدوكي في البحث والتوجيه. ودي النقطة المهمة جدا، اللي ممكن الواحد يكون فاكر ان القرايب هيدوني الفيزا ويسفروني. لا، القرايب ممكن يساعدوني او يوجهوني في ازاي ادور على شغل او اقدم على فرصة عمل، يدوني سكن لما اجي، لكن هم ملهمش تأثير خالص ان يسفروا الواحد. خامس حاجة، طوري بورتفوليو قوي في الفرونت اند، واعرضي شغلك على لينكد ان وجيت هاب، وده طبعا مهم لان لسه متكلمين الجونيور محتاج ان هو يبين خبرته كل الكلام دوت. فالاجابه بتاعته انا شايفها منطقيه وقريبه جدا من اجابه السؤال اللي فات اللي كان قريب من الحته ديت. السؤال اللي بعده، ازاي اعرف قبل ما ابدا الماستر ان المجال ليه شغل فعلا؟ حويط عايز يدور على شغل قبل ما يبدا في الماستر اصلا، بس الموضوع مش صعب يعني الواحد يعمل. خلينا نشوف شات جي بي تي هيقول. سؤال مهم جدا، وخد بقى الحاجات اللي لازم تعملها علشان تشوف المكان دوت او التخصص دوت فيه شغل كتير ولا لا. اول حاجه بيقول لك شوف اعلانات الوظائف على المواقع الالمانيه المعروفه زي ستيب ستون وانديد ولينكد ان، وشوف عدد فرص الشغل في تخصصك. منطقي. تاني حاجه بيقول لك تابع تقارير سوق العمل في المانيا من مكاتب التوظيف او مواقع الحكومه الالمانيه زي البوندس اجنتور في اربايت. وده برضو حلو، بس انت محتاج ألماني عشان تعمل كده. الألماني مهم جدا يا جماعة، ولازم تخلوه هو أهم أولوياتكم لو ناويين تسافروا ألمانيا من وجهة نظري. تالت حاجة، اتواصل مع ناس شغالة في المجال على لينكد ان أو مجموعات فيسبوك للمهندسين والمبرمجين في ألمانيا، واسألهم عن الواقع. وده فعلا موجود، تقدر تسأل الناس في، أنا أعرف تقريبا جروب اسمه Egyptian Techies in Germany، ده هتلاقي ناس كتير بتساعد وناس جدعة جدا. يعني أنصح إن الواحد يخش يشوف المجال بتاعه، وفي ناس بتتكلم عنه، الوظائف عاملة إيه، السوق واقع السوق مش واقع، كل الكلام ده. رابع حاجة، شوف متطلبات الشركات. ده بقى إيه في الوظائف نفسها، يعني هو قصده تقريبا لو هتدخل على إعلان الوظيفة، شوف الوظيفة طالبة اسكلاية 1 2 3، وشوف الحاجات دي أنت هتتعلمها في الماستر ولا لأ. وعلى فكرة الماستر أنت ممكن تدخل على النت، تفتح البرنامج وتشوف المادة الفلانية، وكمان ايه اللي هتتعلمه فيها، وهتخرج منها بتعرف تعمل ايه بنقط 1 2 3. فمفيش اسهل من كده. خامس حاجة بيقولك ادرس التخصصات اللي عليها طلب من وجهة نظره، يعني تقريبا زي الذكاء الصناعي، امن المعلومات، هندسة البرمجيات. هي دي البرمجة. ماشي، خش على السؤال اللي بعده. هل ممكن حد في سنة أولى في كلية لما يسافر ألمانيا يدرس في كلية ملهاش علاقة باللي كان بيدرسه في مصر، زي مثلا تجارة الهندسة؟ شات جي بي تي بيقول لك أيوة ممكن، لكن مش دايما سهل.
لو انت في سنة اولى تجارة في مصر وعايز تدرس هندسة في المانيا، هتحتاج تقدم قبول جديد تماما في الهندسة، وكمان ممكن يطلبوا منك تعوض مواد اساسية في الهندسة زي الرياضيات والفيزياء لان التخصص مختلف جذريا. غالبا هتحتاج تدخل سنة تحضيرية، ايوه هو ده الكلام، هو ده انا كنت مستنيه، او تقدم على كورسات تكميلية قبل ما تبدأ الهندسة رسميا. القرار ممكن يكون احسن لو بدأت من الاول في التخصص الجديد، بس لو عندك إرادة وجدية الموضوع ممكن يتعمل. عندي تعقيب لان الكلام بتاع شات جي بي تي مش واضح قوي. انت عايز تدرس هندسة وانت بتدرس تجارة دلوقتي، فانت هتتعامل معاملة انك انت معاك ثانوية عامة، بس خلي بالك لازم الثانوية العامة بتاعتك تكون ثانوية عامة في مجال العلم رياضة علشان تقدر أصلا تقدم على الهندسة. ولما تقدم على الهندسة هتحتاج سنة تحضيرية، فلفينا ورحنا للسنة التحضيرية. أكني كلية تجارة أو دراستك لسنة في تجارة ما فادتش بحاجة. لازم تدرس مجال هندسي سنة أولى على الأقل علشان تقدر تدرس أي مجال هندسة هنا، أو مش أي مجال، يعني معظم المجالات يكون مجال قريب منك. السؤال اللي بعديه سؤال مهم جدا: هل حياة المحجبات في ألمانيا صعبة؟ وهل بتفرق في الفرص؟ ادي اول سؤال، يعتبر سؤال مش 1+1=2، فده يعتبر تحدي لشات جي بي تي شويه. خلينا نشوف هيقول ايه، انا مهتم جدا اعرف شات جي بي تي هيقول ايه في الحته دي. حياه المحجبات في المانيا مش سهله 100%، لكنها مش مستحيله برضه. في بعض الناس ممكن تواجه تحديات زي نظرات او مواقف غير مريحه، خصوصا في اماكن معينه او في الشغل، بس المانيا بلد قانوني وبيحمي حريه المعتقد، وفرص الشغل والتعليم متاحة للجميع بغض النظر عن اللبس. لو اتعلمتي اللغة واشتغلتي كويس وبنيتي شبكة علاقات هتكون فرصك ممتازة مهما كان لبسك. يعني الموضوع محتاج صبر وتكيف، والناس كتير ناجحين ومحجبات في ألمانيا. تمام، الكلام جميل وواضح، بس عندي تعقيب كده صغير: إن المحجبات ممكن تكون فرص الشغل بتاعتهم أقل شوية في الأماكن اللي بتتعامل فيها مع ناس بشكل مباشر زي المطاعم وكده، وإن كان مش معدومة. زائد كمان اللي صعب خالص ويمكن مستحيل ان واحدة محجبة تقدر تشتغل كمدرسة في مدرسة، لان المدارس هنا فيها قوانين صارمة انك انت ما ينفعش تبين للطلبة اي مظهر ديني، سواء مثلا واحدة مسيحية لابسة صليب او حاطة وشم الصليب او لابسة حجاب، والكلام ده بنفس الفكرة للرجالة، ما ينفعش المدرس يكون لابس صليب او كده. فالمظاهر الدينية ما تنفعش تكون موجودة خالص في المدارس. بره عن كده الموضوع بيتفاوت، بس كل ما تكون بتتعامل مع ناس اكتر كل ما الموضوع بيبقى اصعب شوية. السؤال اللي وراه: هل ينفع اقدم على قبول مشروط من خلال يوني اسيست بدون شهادة لغة؟ سؤال تقليدي لحد لسه بيبدأ في الموضوع وعايز يفهم الموضوع دوت علشان ما يتعبش في اللغة تقريبا قبل ما يقدم ويشوف ايه الدنيا. خلينا نشوف شات جي بي تي هيقول ايه. ممكن تقدم على قبول مشروط عن طريق اليوني اسيست بدون شهادة لغة، بس مش دايما بيمر الموضوع بسهولة. القبول المشروط بيبقى غالبا ان الجامعة توافق تاخدك بشرط انك تحسن مستواك في اللغة خلال فترة معينة، مثلا تاخد كورس اللغة. لكن معظم الجامعات بتطلب على الأقل مستوى لغة ابتدائي A1 أو A2 عشان يضمنوا إنك تقدر تبدأ الدراسة. لو اللغة مش موجودة خالص ممكن الجامعة ترفض الطلب أو تطلب تأكيد إنك هتدرس اللغة قبل الدراسة الرسمية. فلو ما عندكش شهادة لغة حضر نفسك كويس وجرب تقدم على قبول مشروط مع خطة واضحة لتعلم اللغة. كلام شغال بس هو مش دقيق قوي. أولا لازم نفرق إن في 3 حاجات: في قبول لغة، في قبول مشروط، وفي قبول نهائي. القبول النهائي واضح انك انت معاك اللغة بتاعتك كاملة وورقك كامل وزي الفل فهتدرس. القبول المشروط انك انت تكون مثلا وصلت لحد البي 1 او البي 2 حسب الجامعة محددة ايه، وبتقولك انت فاضل لك مستوى لغة او مستويين تدرسهم عندنا في الجامعة علشان تدخل الجامعة. فالقبول بيبقى مكتوب ان احنا قبلناك في التخصص لكن انت ناقصك 1 و2 و3 في اللغة. في بقى القبول الاخير اللي هو قبول اللغة، ودوت بيكون ان هو لسه ما قبلكش، مقدم على طب مثلا ومش عارف هتتقبل ولا لا في التنسيق لان كل تنسيق سنة غير التانية، ومعاك مستوى لغة او معاكش خالص، ويقول لك اتعلم اللغة وبعد كده تقدم على الجامعة تاني وتشوف هتتقبل ولا لا. والنقطة دي كمان مهمة في حتة ان القبول بتاع اللغة دوت او حتى القبول المشروط بيكون الاتنين مشروطين بتوافر كورس اللغة في الجامعة ولا لا. لو الجامعة مش بتقدم كورسات لغة هترفضك في الحالتين، لكن لو الجامعة بتقدم كورسات لغة من الصفر هتقبلك من الصفر. بتقدم كورسات لغة من البي 1 وانت معكش البي 1 هترفضك، معاك البي 1 مش هترفضك، وهكذا. السؤال اللي وراه:
لو معايا شهادة من مصر ينفع أعمل لها معادلة أثناء دراستي بكالوريوس في ألمانيا وأشتغل في مجالي تايلت سايت أو يعني اللي هي البارت تايم؟ شات جي بي تي بيقول لك ينفع، بس خليني أوضح لك التفاصيل. لو معاك شهادة زي دبلومة أو كورس أو حتى بكالوريوس جزء من مصر، تبدأ تعمل إجراءات المعادلة في ألمانيا حتى لو لسه بتدرس بكالوريوس هناك. إزاي يفيدك ده؟ لو شهادتك اتعادلت جزئيا أو كليا، ممكن تستخدمها في شغل التايلت سايت البارت تايم، شغل في مجالك زي الاي تي، اداره او تمريض حسب التخصص. لكن خلي بالك من 3 حاجات: المعادله بتاخد وقت ممكن شهور، لازم يكون عندك اقامه بتسمح لك تشتغل، وغالبا طلاب البكالوريوس مسموح لهم يشتغلوا 20 ساعه في الاسبوع. تالت حاجة، مش كل مجال ينفع تشتغل فيه بدون اعتراف كامل، خصوصا المجالات المحمية زي الطب أو التعليم. يعني لو شهادتك ليها علاقة باللي بتدرسه ومعادلتها ماشية، الشغل التايلت سايت في نفس المجال ممكن ومفيد جدا. رأيي على الرد بتاع شات جي بي تي اللي هو تمام جدا، بس هي مش كل الوظائف بتتعادل بشكل سريع. يعني الطب محتاج وقت، وانا مش عارف ايه اللي يخليك مثلا لو انت مخلص طب انك تيجي تدرس بكالوريوس من الاول وتعمل المعادله. لا، انت ممكن تعمل ماجستير مثلا في البابليك هيلث او الصحه العامه، حاجه قريبه من الطب بتاعك، تعمل معادله الطب بحيث عبال ما تخلص الماستر تخلص المعادله وتنزل تشتغل بالاتنين. بس الموضوع برضو مش سهل، انت هتبقى ماشي في معادله وبتمتحن وبتذاكر وعندك كليه، ممكن يكون ساعتها عندك الماني. ونقطة مهمة خلي بالكم منها جدا، ان معظم الاماكن اللي بتعادل بتقولك انت ما ينفعش تعادل من غير البي 2، يعني ما ينفعش تيجي تقول لي انا معايا قبول لغة بدرس الاي 1 والاي 2 كده واقدم على المعادلة وامشي فيها وانا بمشي في اللغة. لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يكون معاك بي 2 عشان تقدر تبدأ تعمل المعادلة. فهي ممكنة بس مش مضمونة قوي. السؤال اللي بعده: ايه رأيك في كلية هندسة طبية وفرص شغلها بعد التخرج في ألمانيا؟ رأي شات جي بي تي ان الهندسة الطبية اللي هي بايوميديكال انجينيرنج من التخصصات اللي ليها مستقبل حلو في ألمانيا، بس برضو مش لكل الناس. وبقى ايه هيديك المميزات والعيوب. ألمانيا فيها شركات كبيرة في المجال زي دريجر وبراون ومش عارف سيمنز وغيرها. المجال بيجمع بين الطب والهندسة، وده مطلوب في تطوير الأجهزة الطبية، الذكاء الصناعي في التشخيص وتحليل البيانات. الفرص موجودة في البحث العلمي، الشركات أو المستشفيات الكبيرة. جميل الكلام. خلينا بقى نشوف العيوب. المنافسة مش قليلة، ويفضل يكون معاك ماجستير لو عايز تشتغل في أبحاث أو شركات كبيرة. اللغة الألمانية مهمة لو هتتعامل مع مستشفيات أو أجهزة بتخدم الطاقم الطبي. فالخلاصة، لو بتحب التكنولوجيا والطب مع بعض وهتطور نفسك صح، لغة ومشاريع وتدريب، فالمجال واعد جدا في ألمانيا. بس اشتغل على بورتفوليو قوي، ويفضل تكمل ماستر في ألمانيا لو قدرت. برضو كعادة شات جي بي تي بيسيب لك الدنيا عايمة ويقول لك المميزات والعيوب وانت تختار. انا شايف من وجهة نظري على حسب الناس اللي حواليا واصحابي، فعلا انت محتاج في الغالب ماجستير عشان تعرف تعمل حاجة كويسة، بس فرصه مش زي فرص مثلا انك انت تدرس طب او تعمل تمريض او تدرس حتى بقية الهندسات. ففكر كويس جدا قبل ما تروح تدرس البايوميديكال انجينيرنج او الهندسة الطبية. السؤال اللي وراه: هل في فرصة كويسة ان ندرس قانون في ألمانيا بالانجليزي ماستر؟ والله القانون ده انا في حاجه في دماغي وعايز اقولها، بس خلينا نشوف الاول شات جي بي تي هيقول ايه. الموضوع ملبك شويه. بيقول لك في فرصه كويسه جدا تدرس ماستر قانون في المانيا بالانجليزي، بس خلي بالك من شويه حاجات. المميزات: في جامعات في المانيا بتقدم البرنامج بالكامل بالانجليزي، خصوصا في مجالات زي القانون الدولي، قانون الاعمال والشركات، حقوق الانسان، قوانين الملكيه الفكريه، ومديك كمان الجامعات بتاعتها. الشروط غالبا بتكون معاك بكالوريوس في القانون او ما يعادله ماشي، وشهاده اللغه، واحيانا خبره بسيطه او خطاب نية. دي الحاجات الطبيعيه اللي لازم تعملها لو انت معاك بكالوريوس وعايز تعمل ماستر. اللي لازم تاخد بالك منه بقى، لو ناوي تشتغل محامي في المانيا رسميا، الماستر الانجليزي مش كفايه، ولازم تكمل المسار القانوني الالماني بالكامل. لكن لو عندك هدف تشتغل في شركات دوليه، منظمات او استشارات قانونيه عالميه، الماستر بالانجليزي ممتاز جدا. كلام زي ما انا كنت عايز اقول تقريبا، الماجستير بالانجليزي حاجه والشغل حاجه، لان القانون هنا هوت او انت تدرس حقوق في المانيا عامل زي الطب، في امتحان اسمه شتاتس اكزامن بعد ما بتخلص الكليه كلها اللي هي بالمناسبه 6 سنين، بتمتحنه على مستوى المانيا كلها عشان يبقى معاك رخصه انك انت تشتغل محامي في المانيا. والماجستير اللي بالانجليزي زي ما هو قال في القانون الدولي وفي الحاجات اللي بره شويه عن المانيا، مش هيأهلك انك تشتغل محامي في المحاكم الالمانيه.
فركز وشوف انت عايز تعمل ايه. ولو انت جاي من حقوق من مصر مثلا او من بلدك وعايز تعمل المعادله بتاعه الشتاتس اكزاmen وتبقى شغال محامي في المانيا، فمحتاج بلاوي زرقاء، يعني محتاج الماني تقريبا C2، ومحتاج كمان انك تعمل معادله مش سهله خالص، لان زي ما قلت المجال هنا بياخد 6 سنين في الجامعه، في معظم بلادنا بياخد 4 سنين بس، فانت عندك جاب كبيره لازم تسدها علشان تقدر تشتغل كمحامي في المانيا. السؤال اللي وراه، لو اخدت هندسه هنا في مصر هل هقدر اشتغل في المانيا من غير باخد ماستر؟ بتوع الهندسه دولت اصلا متدلعين بالنسبه للمعادلات وكده، بس خلينا نشوف شات جي بي تي هيقول ايه. بيقول لك ايوه تقدر تشتغل في المانيا بشهاده بكالوريوس هندسه من مصر من غير ما تكون واخد ماستر، بس في شويه شروط لازم تاخد بالك منها. الخطوات اللي محتاج تعملها: تعادل شهادتك عند الجهه المسؤوله في المانيا زي انابين والتسيت AB، وتشوف اذا الجامعه والتخصص معترف بيهم ولا لا. تاني حاجه، لو التخصص والشهاده معترف بيهم تقدر تقدم على شغل مباشرة، خصوصا في المجالات المطلوبة كهرباء وميكانيكا وميكاترونكس وبرمجيات. ودي فعلا زي ما قلت هي دي الحتة بتاعت ليه بتوع الهندسات متدلعين في ألمانيا، لأن ما لهمش معادلة ومذاكرة وامتحانات عشان يقدر يشتغل، هو بس بيشوف الجامعة بتاعته معترف بيها ولا لأ، وأول ما يجيب الاعتراف بتاعها بيبدأ يشتغل. بس أنا عندي تحفظ على حتة إن هو الكهرباء والميكانيكا والميكاترونكس من المجالات المطلوبة بشكل عام، أو هو يمكن قصده دي أهم المجالات المطلوبة في هندسة. تالت حاجة بيقول لك شركات كتير بتقبل المهندسين الأجانب حتى لو ما عندهمش ماستر، طالما عندك خبرة أو مهارات تقنية. دي نقطة بقى اللي هو لو الوظيفة ادفانسد شوية بيشوفوا الخبرة بتاعتك، ودي حقيقة لأن الهندسة تعتبر صنعة. الماسترز لو هو أنت مش مديك صنعة كويسة يبقى الخبرة أهم من الماجستير في الشغل. رابع حاجة، ودي أكيد هتحتاج إثبات مستوى لغة ألماني أو إنجليزي حسب نوع الشغل، بس خلينا نكون واقعيين، الألمانيا. السؤال الأخير معانا: هل ألمانيا أفضل دولة للشغل في مجال البرمجة في نطاق أوروبا فقط؟ والله ألمانيا حاليا يعني تصعب على الكافة، بس خلينا نشوف شات جي بي تي هيقول ايه. سؤال جامد، بس بيقول لك سؤال جامد: هل ألمانيا أفضل دولة للبرمجة في أوروبا؟ خليني أجاوبك بسرعة وبصراحة. ألمانيا من أقوى الدول في مجال البرمجة في أوروبا من حيث عدد الفرص الوظيفية، خصوصا في مدن زي برلين وميونخ وهامبورغ وشتوتجارت. الرواتب محترمة جدا مقارنة بتكاليف المعيشة خاصة للمبرمجين، دي حقيقة إذا لقيت شغل. سوق عمل مستقر وقانوني جدا، وفي طلب عالي على المجالات زي الفول ستاك والباك اند، الحاجات اللي احنا كنا متكلمين عليهم في أول الفيديو بتاع إيه أهم التخصصات اللي الواحد يشتغل فيها في البرمجة. تمام، لكن مش أفضل دولة في كل حاجة. دول تانية منافسة جدا زي هولندا فيها فرص حلوة، إنجليزي رسمي في الشغل، رواتب قريبة من ألمانيا. السويد بيئة ممتازة ورواتب عالية بس الضرايب أعلى شوية. أيرلندا شركات ضخمة زي جوجل وفيسبوك عندهم هناك بس المعيشة غالية. استونيا ستارت ابس كتير وأجواء مريحة للمبرمجين بس السوق أصغر. خلينا في الخلاصة بتقول لك إن ألمانيا من أفضل 3 دول للبرمجة في أوروبا، ولو عايز مزيج بين الاستقرار وفرص شغل كتير وتأشيرات واضحة وحياة اجتماعية متنوعة يبقى ألمانيا خيار ممتاز جدا. راحة شابوه، وحط كمان معلومات أنا معرفهاش عن بلاد زي استونيا وزي هولندا وزي إيه تاني وزي أيرلندا. فهو الإجابة بتاعته دي في السؤال دوت، ومع إنه آخر سؤال معانا، إجابة نموذجية. أنا حتى ما كنتش أقدر أقول الإجابة دي. أظن إن 20 سؤال كانوا كافيين جدا إن إحنا نقدر نختبر شات جي بي تي ونتأكد إذا كان كويس ولا لأ، لأن لو زودت عن كده وكان فيه أسئلة أكتر كان الفيديو هيبقى طويل جدا. ف20 سؤال كويسين جدا، خصوصا إن هم كانوا عشوائيين إلى حد ما، وأقدر أقول إن الذكاء الصناعي تقدر تستفيد منه وتستخدمه ومش محتاج حد تاني. بس في نقطة مهمة لازم تاخد بالك منها، انك انت بعد لما تسأله السؤال دوت قول له هات لي المصادر الموثوقة اللي انت اشتغلت عليها علشان تجيب لي النتيجة ديت. امسك المصادر ديت ترجمها وتأكد منها كويس وساعتها امشي وراها. فهو تول مفيدة جدا، واعتقد ان هي ممكن تجاوبك على خلينا نقول 80 ل 90% من أسئلتك بشكل دقيق جدا. فأنت مش محتاج حد، أنت معاك الذكاء الصناعي ومعاك دماغك، اسأل اللي أنت عايزه وامشي في اللي أنت عايز تحققه في حياتك. بس نصيحة أخيرة، ما تدورش كتير وتسأل كتير من غير ما تاخد خطوة. يعني أنت وأنت بتسأل وبتجمع معلومات وبتشوف هنا وهنا وهنا، لازم تكون على الأقل بتتعلم ألماني، لازم تكون بتعمل حاجة، بتنزل كورسات، بتذاكر مثلا في البرمجة عشان وانت بتدرس برمجة تكون بتشتغل في وظيفة محترمة كطالب تصرف بيها على نفسك. المهم تشتغل، تعمل حاجة، تفضلش تبقى في مرحلة انك بتسأل وبس.
وبس كده، ده فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، فاعملوا لايك لو فعلا عجبكم، ولو اول مره تشوفني على القناه اعمل سبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد قريب جدا. سلام.